السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم فكرة ومعلومة. النهاردة المود مختلف شوية. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة وهي السياحة النيلية. أنا بكلمكم من على ظهر المركب السياحي سان راي، ودي إحدى مراكب شركة ترافل لاين. مركب ممتعة جدا، مركب ممتازة في كل حاجة، في الخدمات بتاعتها من ناحية الأكل والنظافة والروم سيرفيس وكل حاجة. المركب دي بتعمل الكروز بتاعنا بدأ يوم الخميس، بيبتدي يوم الخميس من الأقصر، بياخد 4 نايتس، بيبقى 4 نايتس المدة بتاعته، بينتهي يوم الأحد أو يوم الاثنين في أسوان. بالمسافة دي احنا بنزور كل المعابد، بنزور الأقصر شرق وغرب، بنزور معبد الكرنك ومعبد الأقصر ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت وبن سليم منهم ده في الأقصر. وبعد كده تاني يوم بنزور او اليوم الثالث بنزور معبد ادفو، معبد حورس، وبعد كده يوم في نفس اليوم بنزور معبد كومومبو، واخر يوم بنزور معبد فيلة وسد العين. طبعا ده ملخص للنايل كروز اللي احنا بنعمله في الفور نايتس اللي بتبتدي من الاقصر. وفي نوع تاني من النايل كروز اللي هو بيبقى من اسوان للاقصر، وده بيبقى 3 نايتس. طبعا انا مش هكلمكم على الجمال اللي احنا شايفينه والمناظر الطبيعيه الجميله جدا اللي موجوده على ضفتي النيل، ونشوف كل انواع الزراعه زي شجر المانجو وشجر الموز، وكل انواع الحيوانات زي الجاموس وزي اللي هو احنا بنقول عليه كل انواع والجمال والحصانه، كل انواع الحيوانات اللي ممكن تتخيلوها، بالاضافه للشمس الصافيه، الشمس الجميله بتاعتنا اللي موجوده طول السنه في صعيد مصر، والسماء الصافيه الزرقاء. فكل الالوان دي ممكن نشوفها، وبنشوف الجبال والرمال، ونشوف اللون الازرق واللون الاصفر ولون الميه اللي هو زي لون الفضه. ودي حاجات مش موجوده غير في مصر، الحاجات دي مش موجوده غير في مصر. عندنا جو جميل جدا، وده كله في النيل بتاعنا، النهر بتاعنا العظيم اللي هو اطول انهار العالم. نهر النيل اطول انهار العالم على فكره، والنهر الوحيد اللي هو اتجاهه معكوس او غير الانهار الثانيه. كل الانهار في العالم معظمها من الشمال للجنوب، بس احنا نهر النيل من الجنوب للشمال. واحنا عارفين ان نهر النيل بيغطي حوالي 10% من مساحه قاره افريقيا، ويبتدي المنابع بتاعته باوغندا، بحيره فيكتوريا اللي هو النيل الابيض، وبحيره تانا في اثيوبيا اللي هو النيل الازرق. ودول المصادر الاساسيه للنيل بتاعنا. والنيل ده فيه 9 دول بيشتركوا في نهر النيل، ولحسن الحظ ان مصر هي اخر دوله. النيل ده هو الاساس اللي اتبنت عليه الحضاره المصريه، وداخل المعابد وداخل المقابر بنشوف كل المحاصيل اللي كانت بتقدم كقرابين للآلهة داخل المعابد، ومناظر الري ومناظر الزراعة اللي كانت في مصر القديمة. إذا الحضارة المصرية أصلا اتبنت حضارة زراعية اعتمدت بشكل أساسي على الحضارة الزراعية. لغاية العصر الروماني مصر كانت سلة الغذاء بتاع العالم، الحبوب كانت بتزرع في مصر. وإن شاء الله مصر هتفضل بخير دايما، دايما هتفضل بخير، وهتفضل بمواردها ومصادرها وبناسها الطيبين إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم. ودلوقتي هنشوف المناظر وعلى جانبي النيل، هنشوف كل المناظر الجميله اللي هيخليكم تستمتعوا. ويا ريت تكون دعايه حلوه، وتيجوا وتزوروا بلدنا وتشوفوا بلدنا، سواء المصريين او العرب او الاجانب. دي كلها حاجات هتبسطنا، واهلا بيكم في اي وقت. وبعد شوية هنشوف دي شكل المية والموج بتاع المية اللي بتعمله المركب هي وماشية. حاجة جميلة جدا. الشمس بتاعتنا اللي هو طول اليوم الشمس والسماء الصافية. وده المناظر بتاعتنا بتاعت على ضفاف النيل. ده منظر قريب لقارب سيد مصري بسيط. النوع الموجود نوع السمك
الموجود في النيل اللي هو السمك البلطي النيلي. ده السمك جميل جدا زي ما احنا شايفين، الحياة البسيطة للصياد المصري. قوارب كتيرة هنا لصيادين كتير في المنطقة دي ما بين إدسو وكومبو. المناظر الجميلة، المناظر الطبيعية وأنواع مختلفة من الحيوانات والمساحات المزروعة، الأراضي السهول الخضراء، كل أنواع الحيوانات زي ما انتم شايفين الجاموس والبقر والحمير والأحصنة وكل أنواع الحيوانات الموجودة. الطبيعة جميلة جدا زي ما حضراتكم شايفين، حاجة كده تريح العين لما تبص لها. أشجار المانجا وأشجار النخيل وقصب السكر اللي هو المحصول الرئيسي في مصر، في جنوب مصر. انتوا عارفين أكتر من 7 مصانع للسكر في جنوب مصر. والأحراش. وده منظر للمساحة الخلفية للمركب وفي السلم اللي بيطلع للصنديك. والمراكب هنعمل كلوز للمراكب عشان نعمل زوم ان عشان نشوف المراكب دي والسيلينج بتاع المراكب. هنا في تحس ان هو زي سباق ما بينهم. طبعا كل الناس بتستمتع، بتشوف المناظر الموجودة على ضفاف النيل، مناظر البيوت الريفية البسيطة جدا، ومناظر البيوت دي طبعا مباشرة على النيل. مناظر طبيعية جميلة جدا. أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو الجميل ده، المناظر الطبيعية لنيل مصر. ما تنسوش تدعمونا باللايكات وسبسكرايب يعني واشتراك في القناة عشان نقدم لكم كل ما هو جديد من مصر وعن مصر. شكرا لكم.